تخيلوا معايا باللي شعري تغير من هكا لهكا جاست اللي اني قدرت نعرف تايب هير تاع شعري. يعني تخيلوا معايا باللي تايب هير قدر انه يغير شكلي بنسبة 90%. واذا حابة تغيري شكل شعرك تفرجي معنا هذا الفيديو باش تعرفي تايب هير تاعك. اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة مليحة. فيديو اليوم حبيت نحكي فيه على تايب هير الموجودين، يعني انواع الشعر الموجودة، لانه هذه النقطة تقدري انك تعرفي نوعية شعرك، وبالتالي كي تعرفي نوعية شعرك تقدري تعرفي روتين الشعر اللي مناسب ليك. قبل ما نبداو هذا الفيديو متنسيش ديري لايك وتشاركي في القناة باش يوصلك كامل جديد. وبدون اطالة حبيت نقول لكم بلي الشعر ينقسم لأربع انواع. كاين 4 تيبس تاع الشعر تاعنا. اول تيب للشعر تاعنا هو ستريت اللي هو الشعر المستقيم. تاني تايب تاعنا هو الويفي اللي نقدروا نقولوا الشعر اللي يكون مموج. ثالث تايب تاعنا هو الكيرلي واللي هو الشعر المجعد. اما الفور هو الكويلي وبيان كينكي اللي هو الشعر اللي فيه تجعيد واللي يكون ملفوف. بس حكينا حاجه كامل نجهلوها اغلبيتنا، اللي كل تيب of the hair ينقسم 3 انواع، يعني كل نوع فيه الأ وفيه البي وفيه السي. وبهذه الطريقه كي نقدروا نعرفوا النوع والتحديد تاع الشعر تاعنا نقدروا انه نلقاو الروتين المناسب للشعر تاعنا. اول حاجه نقول لكم باش تقدروا انكم تعرفوا النوع تاع الشعر تاعكم هي انكم تغسلوا شعركم مليح بالماء اللي يكون دافي وبصابون شامبو تكون مناسبه للشعر تاعنا، ونمشطوا شعرنا ونخليوه يجف ناتشورال، يعني بدون حراره نخليو شعرنا يجف. بهذه الطريقه نقدروا انه نشوفوا عندك الشكل تاع شعرنا الحقيقي والناتشورال، وهكا نقدروا انه نحدوا التايب تاعنا. نبداو فيرست تايب اللي هو ستريت. ستريت هو الشعر المستقيم، يعني ما يكونش فيه تمويجات. ستريت ينقسم عندك 3 انواع، كاين واحد كاين واحد بي وكاين عندك واحد سي. الواحد هو الشعر اللي يكون مستقيم جدا ويكون ناعم ويكون خفيف. بي هو الشعر اللي يكون مستقيم ويكون مع حجم، يعني يكون فيه فوليوم، ما يكونش خفيف بزاف كما الاول ويكون اكثر كثافه. سي هو اللي يكون مستقيم، غالبا يكون مستقيم ويكون قوي اكثر، يعني يكون سميك اكثر، وبدي فوا يكونوا فيه ديك كالكو تموجات. النوع الثاني الشعر هو الويفي، ولا كما قلنا الشعر المموج، فيه 2 فيه 2 بي وفيه 2 سي. 2 هو اللي الشعر اللي تكون فيه تموجات خفيفه تدي حرف في شكل اس. 2 بي تكون فيه تموجات اوضح من الاولى، وهاد التموجات تبدا من النص تاع الشعر تاعنا، يعني ما تبداش من الغاسيل من الجذور تاع الشعر، تبدا من النصف تاعو. 2 سي تكون فيه تموجات قويه وتكون قريبه للتجعيد، يعني التموجات تاعو تكون اكثر من التموجات على شكل حرف اس، تكون تموجات قويه فيه بزاف. الكيرلي هو النوع الثالث، واللي نقولوا الشعر المجعد، فيه 3 3 بي و3 سي. 3 تكون فيه تجعيدات تكون واسعه وتكون مرنه. 3 بي تكون تجعيدات اكثر احكاما وكثافه. 3 سي تجعيدات ضيقه وتشبه وجه الزنبرك. تايب الرابع اللي هو كويلي ولا الكينكي. هذا الشعر يمتاز بالتجعيد ولا نقول الالتفاف. 4 4 بي وال4 سي. 4 واحد تكون فيه لفات صغيرة واضحة، تكون لفات محددة. 4 بي تكون تدي شكل حرف زاد، تكون اكثر من حلقات وتكون متعرجة، ما قلت لكم تدي حرف شكل زاد. بالنسبة ل4 سي يكون شعر منكمش وكثيف جدا، يعني يكون بزاف منكمش ويكون بزاف كثيف، والتحديدات والتجعيدات تاعو تكون اقل تحديد طبيعي. باش نعاود نذكركم كلش راح نخلي لكم الفوتو تاع كل تايب والانواع اللي موجوده فيه. بهذه الطريقه نبي تقدروا انكم تحدوا نوع الشعر تاعكم،
لأنه هذا هو المفتاح اللي يخليك تعرفي تختاري روتين هير المناسب لكل شعر. وانا شخصيا كي درت سمول تيست هذا لقيت باللي تايب هير تاعي هو 3A، وهذه حاجه بزاف ما كنت منتبهت لها من قبل. وسو حاليا حسيت باللي ديت فكره اكثر على نوع الشعر تاعي. اما انتي وش هو تايب هير تاعك؟ والسؤال الاهم هو كيفاش حنهتم بكل تايب هير؟ هذا السؤال حتلقاو جوابه صح في الفيديو القادم.